السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام. أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. لو أول مرة بتتابعونا على القناة من فضلك تشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. إليكم نشرة أخبار مصر حوادث. العناوين: كنت في فرح وانقبض عليا. ننشر اعترافات مجدي شطة في قضية الإتجار بمخدر الأيس بالمرج. حريق في مخزن ورق في العياط والحماية الميدانية تحاول السيطرة. القبض على طالبين بكفر الشيخ بتهمة نشر محتوى من داخل مقابر بهدف زيادة المشاهدات. الداخلية ضبط غافرين خصوصيين بتهمة إطلاق أعيرة نارية على 2 من رهبان أحد الأديرة بالفيوم. مشؤون من بيتي. القبض على أم ونجلها بتهمة التعدي على الأب ترضع من منزلها بالبحيرة. القبض على صانعة محتوى بتهمة الرقص بملابس خادشة للحياة. ضبط المدير المسؤول عن إدارة مصنع لإنتاج أسمدة مغشوشة بالمنوفية. فريشين الشارع لبيع عيش التومين. الأمن يكشف حقيقة فيديو بيع الخبز بالسوق السوداء، مشهد تمثيلي. استراحة لمدة ساعة في انتخابات نادي القضاء لأداة الصلاة. القبض على فرد أمن إداري وأهليه مريض بسبب مشاجرة بالأسلحة داخل مستشفى الإسماعيلية. وسط حضور كثيف لشباب القضاة انطلاق انتخابات نادي القضاة لاختيار رئيس جديد. السيطرة على حريق غرفة خشبية أعلى فندق التونسي بالدقي. ضبط مصنع ومخزن دون ترخيص لإنتاج وتعبئة الأسمدة المغشوشة في المنوفية. إليكم التفاصيل. كنت في فرح واتقبض عليا. نشر اعترافات مجدي شطة في قضية الإتجار بمدخل مخدر الأيسي بالمرج. كشفت التحقيقات عن تفاصيل اعترافات مؤدي المهرجانات مجدي شطة في اتهام الاتجار في مخدر الأيسي، وذلك عقب ضبطه في منطقة محمد نجيب في المرج بالقاهرة. اعترافات مجدي شطة في قضية الاتجار في مخدر الأيسي وبمثول المتهم مجدي شطة أمام جهات التحقيقات المختصة بسؤاله حول ما هي تفصيلات ضبطه بتهمة الإتجار في مخدر الأيس. جاب بأنه خلال وجوده في تمام الساعة 12:30 لإحياء أحد الأفراح بمنطقة محمد نجيب في المرج تم ضبطه قائلا: كنت بفرح واتقبض عليا. وأضاف خلال أقواله أمام جهات التحقيقات المختصة أنه فيما يتعلق باتهامه حيازة 6 جرامات حيث وجدت داخل 10 أكياس، أنكر وجود أي صلة له بالمخدرات المضبوطة. وأشارت التحريات الأولية أنه عثر بحوزته المتهم مجدي شطة على كمية من المخدر الأيس 10 أكياس بلغت نحو 6 جرام مواد مخدرة ب480 جنيه، إضافة لهاتف محمول آيفون واندرويد كان بحوزته آنذاك. الواقعة منذ 2025. داخلية تضبط المتهم بتعاطي الحشيش خلال قيادة سيارة ببورسعيد. كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تدخين أحد الأشخاص سيجارة يشتبه في احتوائها على مادة مخدرة خلال قيادة سيارته ببورسعيد، معرضا حياته والمواطنين للخطر. المتهم يتعاطى الحشيش خلال قيادة سيارته. تصوير فيديو بورسعيد. بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو سارية الترخيص وقائدها عاطل له معلومات جنائية من متعاطي المواد المخدرة، لا يحمل رخصة قيادة، مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور. مجرد اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه خلال عام 2025، وأن السيجارة الظاهرة بالمقطع كانت تحتوي على مخدر الحشيش. تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية. الداخلية وضبط غافرين خصوصيين بتهمة إطلاق أعيرة نارية على 2 من رهبان أحد الأديرة بالفيوم. كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعي تضمن الزعم بقيام 2 ملتزمين
بإطلاق أعيرة نارية على أحد الأديرة بالفيوم وإحداث إصابة أحد الراهبين. بالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم 26 الجاري تبلغ لقسم شرطة الفيوم الجديدة بأنه في أثناء استقلال 2 من رهبان أحد الأديرة الكائنة بدائرة القسم سيارة وحال مرورهما بقطعة أرض مجاورة للدير سبق استردادها من العاملين بالدير وتسليمها للجهات المختصة لكونها من أملاك الدولة. اعترضهما 2 من الخفراء الخصوصيين وإطلاق إحداهما عيرا نارية من بندقية خرطوش تجاههما، مما أسفر عن إصابة أحد مستقل السيارة برش خرطوش في قدمه اليسرى، وأمكن تحديد وضبط المشكوك في حقهما اتخاذ الإجراءات القانونية. وتولت النيابة العامة التحقيق وجرى استكمال التحريات والتحقيقات بشأن الواقعة. مشوني من بيتي. القبض على ونجلها تم التعدي على أب وطرده من منزله بالبحيرة. كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من زوجته ونجله لقيامه بالتعدي عليه بالسب والضرب وطرده من المنزل بالبحيرة وضبط مرتكب الواقعة والقبض على ونجلها بتهمة التعدي على أب وطرده من منزله بالبحيرة. وقالت الداخلية أنه في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من زوجته ونجله لقيامهما بالتعدي عليه بالسب والضرب وطرده من المنزل بالبحيرة. وبالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بالمقطع الفيديو المشار إليه عامل وله معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم الشرطة كفر الدوار. وبسؤاله قرر تضرره من نجله وزوجته لقيامهما بالتعدي عليه بالسب والضرب لخلفيات عائلية بينهم دون حدوث إصابات. معرض حياته والمواطنين للخطر. ضبط سائق بتهمة قيادة سيارة نقل ثقيل برعونة في القاهرة. كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن سير قائد سيارة نقل ثقيل برعونة معرضا حياته والمواطنين للخطر حال سيارة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، والقبض على السائق بتهمة قيادة سيارة نقل ثقيلة برعونة بالقاهرة. بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالمقطع الفيديو سارية ترخيص وقائدها وقت ارتكاب الواقعة سائق مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم التحفظ على السيارة اتخاذ الإجراءات القانونية. مصرع صغيرة دهسا أسفل عجلات سيارات ملاكي بالمنيب ووالدتها. منظرها كان صعب، لكن صغيرة تبلغ من العمر 7 سنوات مصرعها دهسا أسفل عجلات سيارة ملاكي في منطقة المنيب تابعة إلى محافظة الجيزة، وتم تشييع جثمانها وسط حالة كبيرة من الحزن التي سيطرت على أسرتها. مصرع صغيرة دهسا أسفل عجلات سيارة ملاكي بالمنيب. قالت والدة المجني عليها أنها تفترش الرصيف لبيع بعض البضائع البسيطة، وفي يوم الحادث ابنتها كانت معها وكانت تلهو مع بعض الصغار، وأضافت أنا أبيع في الشارع عشان أصرف على عيالي، ويوم الحادثة بنتي كانت معايا كانت بتلعب مع عيال في الشارع، عدوا الطريق الناحية التانية كانت عايزة تروح ليهم، راحت وراهم وهي بتعدي الطريق العربية خبطتها، ولما شفت بنتي وهي مخبوطة المنظر كان فظيع، كانت بتنزف كتير. وأوضحت والدة المجني عليها أنها على الفور توجهت إلى المستشفى لإنقاذ ابنتها وإسعافها قائلة حط بنتي على الأجهزة. ما كانتش فاهمة حصلها إيه لحد ما قالوا لها إنها ماتت
ومش قادرة أمسك أعصابي من وقتها. واختتمت حديثها قائلة: أنا مش عايزة حاجة غير حق بنتي، دي راحت مني. بنتي كانت واقفة معايا وأنا شقيانة في الشارع، وقالت لي يومها: إمتى يجي يوم الجمعة يا ماما عشان نقعد في البيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام.